إحنا مبرمجين من طفولتنا إننا نستمد قيمتنا من نظرة بابا وماما. لو ضحكوا يبقى أنا شاطرة، لو كشروا يبقى أنا وحشة. البرمجة دي بتفضل معانا سنين وبتخلي كل نجاح أو فشل نحس بيه حسب تقييم الناس حوالينا، مش حسب إحنا شايفين نفسنا إزاي. أهلا بيكم، أنا نيهان وده بودكاست لمنادى. هنتكلم عن الثقة في غياب الدعم، إزاي تكوني أنت المصدر مش مجرد رد فعل لآراء الناس. في شعور إحنا كبنات بيخوفنا أكتر من الفشل، هو إنك تنجحي تبذلي كل تعبك تحققي حاجة كبيرة ومحدش يلاحظ. اللحظة دي بتحسسك بالغربة حتى وسط الناس اللي المفروض يكونوا معاكي. قد إيه إحساسك بالنجاح مرتبط مش بس بالإنجاز نفسه لكن بالاعتراف في مفهوم اسمه الاعتماد على التقييم الخارجي. أنا وإنتي وإحنا كلنا كبنات من صغرنا اتربينا على الثقة اللي بتيجي من الدعم الخارجي. هي ثقة هشة، أول ما الدعم يختفي الثقة بتقع. طب هي ليه أصلا هشة؟ عشان هي جاية من مصدر خارجي، والمصدر ده هو الناس. طب خلينا نفهم الأول مين هم الناس وليه هم مش بيشجعوكي. أول سبب ليه الناس مش بتشجعك لأن هم فقراء عاطفيا. تخيلي تروحي لإنسان فقير جدا ماديا وتطلبي منه 100,000 جنيه سلف، تخيلي إيه ردة فعله؟ هيقولك كان القرد نافع نفسه، هو أصلا لو كان معاه ما كانش ده هيبقى حاله، فبالتالي مش هيقدر يديكي الفلوس. ده بالظبط اللي بيحصل معايا ومعاكي. احنا بنروح لناس هم أصلا مش عارفين يدعموا نفسهم، هم مش بيعرفوا يقولوا كلمة عدلة لنفسهم، مش شايفين حالهم حلوين أصلا، فقراء عاطفيا. إزاي هيدعموكي؟ هم ما عندهمش اللي يديهولك أصلا، ما يعرفوش يفرحوا لإنجازك، ما بيعرفوش يعبروا عن تقديرهم، ما عندهمش القدرة على الدعم اللي انتي محتاجاه. يمكن هم ما تربوش على الكلام ده، يمكن مش فاهمين قيمته، أو يمكن كل اهتمامهم مركز نفسهم وبس. عشان كده الحل مش إننا نشحت الدعم، الحل هو إننا ننقل مركز التحكم جوانا. يعني قيمتك تكون هي نفسك. عارفة إن في تجربة في فيزياء الكم بتقول إن الجزيئات بتغير سلوكها بمجرد ما حد يراقبها؟ ده بالظبط اللي بيحصل معانا. طول ما في حد بيراقبنا وبيدعمنا إحنا بنمثل دور الشخص الناجح عشان نرضيهم. ده من أخطر أنواع الأدوار اللي ممكن تعمليها في حياتك، إرضاء الناس. أنا بروح الجيم عشان أنزل ستوري على السوشيال ميديا وأعرف الناس إني رياضية ومهتمة بنفسي فهم يشوفوني فيرضوا عني. أنا بتعلم لغة إنجليزية عشان أتكلم وسط الناس إنجليزي ويعرفوا إني مثقفة جاية من إيجيبت. أنا بشتغل على نفسي عشان الناس تقول شوفوا البت دي قد إيه ناجحة. أنا ألبس ألوان معينة، أكتب بوستات معينة، أضحك بطريقة معينة، كل ده عشان أكون الصورة اللي ترضي الناس لكن مش ترضيني أنا. أبدا مش عيب، بالعكس، تطوير نفسك وتطوير الذات ده شيء رائع ومهم. الرياضة، تعلم شيء جديد، كلها حاجات هتخليكي أقوى وأذكى وأكثر ثقة بنفسك. بس الموضوع كله مش في التطوير نفسه، الموضوع في السبب اللي بتعمليه عشانه. لو بتروحي جيم أو بتتعلمي إنجليزي عشان تحسي إنك أفضل لنفسك، عشان صحتك، عشان قدراتك الشخصية، ده اسمه استقلالية، ده اسمه نجاح. لو بتعملي كل ده بس عشان الناس تقولك انتي كويسة أو تديكي تسقيف، هنا المشكلة. هنا المشكلة مش في الرياضة أو الإنجليش أو الكورسات، المشكلة في إنك بتربطي سعادتك وقيمتك برأي الناس، وده بيخلي أي نجاح تحققيه يكون ناقص. تحسي حياتك ناقصة، في توتر، في قلق، في خوف دايم. لكن الثقة الحقيقية هي اللي بتتبني في الضلمة. لما بتنجحي محدش شايفك، عقلك الباطن بيسجل رسائل خطيرة جدا. أنا بعمل ده لنفسي مش عشان العرض، مش عشان العرض الاستعراضي قدام الناس. ودي أقوى أنواع الثقة لأنها بتكون غير قابلة للكسر، ما بتكونش ثقة هشة. علم النفس بيقولك افصلي قيمتك عن رد فعلهم، قولي لنفسك سكوتهم ده وصف لشخصيتهم هم مش تقييمهم لشغلي أنا. انت دلوقتي خسيتي 4 كيلو، محدش شجعك ولا لقيتي أي دعم من حد، ده معناه إن ال4 كيلو دول اللي خسيتيهم مش حقيقيين؟ الدكتور مثلا بيضحك عليكي ولا الميزان فيه غلط؟ حقيقة إنك خسيتي 4 كيلو يعني خسيتي 4 كيلو، يعني واقع، يعني جهد، يعني تعب، يعني حرمان، صبر، إصرار، يعني إنجاز. لكن معنى إن محدش يشجعك أو يقلل منك ده وصف ليهم هم، انعكاسهم لذاتهم، مش تقليل من نجاحك ولا جهدك.
إنك تكوني كيان مستقل مش ريموت كنترول في إيد اللي حواليك. طب تعالي نفهم نفسنا شوية، إحنا ليه أصلا بنستنى كلمة حلوة من اللي حوالينا؟ ليه بنموت كده عشان حد يقولنا برافو ويدعمنا؟ ده بيحصل لأن إحنا من جوانا في مرحلة معينة فاضيين، يعني مش متعودين نقدر نفسنا بنفسنا. لما حد يمدحنا إحنا بنحس بالفرحة والسعادة وكأنهم ادونا الطاقة اللي إحنا محتاجينها. المخ بيحب حاجة اسمها الدوبامين، وهي المادة الكيميائية اللي بتحسسك بالسعادة والمكافأة. لما حد يمدحك أو يلاحظ نجاحك المخ بينتج دوبامين خارجي، ده بيخلينا مدمنين على رأي الناس. لكن لما الدعم ده بيختفي أو يسكتوا المخ بيحس بالفراغ، وده اللي احنا بنسميه أعراض الانسحاب. عقلك هيبدأ يقولك يعني إيه أروح الجيم ومحدش يبصلي ويقولي البت الرياضية راحت البت الرياضية جت؟ يعني إيه أتعلم لغة جديدة وأوصل فيها مستوى حلو ومحدش يمدح لهجتي؟ يعني إيه أصحى الصبح بدري وأشرب مية وأنظم نومي ومحدش يشجعني أو حتى يقول له برافو عليكي؟ ده شعور طبيعي. أعراض انسحاب بيساوي الألم اللي بتحسيه لما يسكتوا عنك، لما يبطلوا يشجعوكي. هو شعور طبيعي، وده معناه إن مخك بدأ يتعلم شيء جديد، بدأ يتعلم حاجة جديدة، إنه يبني الدوبامين الخاص بيه من نفسه، هو يبني دوبامين إنتاجي مش استهلاكي. مع الوقت كل ما تصبري على اللحظة دي هتلاقي نفسك مش محتاجة تأكيد من حد، وسعادتك ورضاكي عن نفسك هي اللي بقت الشغل الأساسي. عارفة إن المديح الكتير أصلا بيفسد الإبداع؟ في علم النفس لما الناس بتمدحك كتير على حاجة بتحبيها عقلك بيبدأ يعملها عشان المديح مش عشان المتعة. بمعنى أصح، لو حد دعمك انت بقيتي عبدة لرأيه، هتخافي تغلطي عشان منظرك ما يتهزش قدامه. لكن في الصمت انت حرة. رحت أخدت كورس إنجليش، فشلت، ما عرفتش استفاد منه، فجربت قناة على اليوتيوب، استمريت فيها بس وقعت فترة، فرجعت تاني فجربت طريقة تانية، فشفت المدرس الفلاني اللي منزل على النت انه بيدي كورس فلاني، فرحت فاستوعبت فاستفدت فمستواي ارتفع. بتجربي، بتقعي، بتنجحي، فبتقعي تاني، فبتقومي، فبتصيحي، فبتعيطي، فبتنجحي، فبتجربي، فبتفشلي، فبتصيحي، فبتنجحي. محدش له عندك حاجة. حد له عندك حاجة؟ الصمت هنا هي مساحة الحرية المطلقة. هما اللي هيجروا وراكي ويقولوا لك هو انت عملتي ازاي كده، انت بقيتي كده ازاي. حرفيا زي ما سارتر قال، الجحيم هم الاخرون. ليه؟ لان نظرة الناس ليكي هي السجن، بيحاولوا يحطوكي فيه. هم عايزينك تفضلي في قالب معين هم فاهمين ان هو صح. ده اللي هياخدنا لنقطة الصيام عن الكلام. طبقي قاعدة الصيام عن الكلام. ما تقوليش لحد انت بتعملي ايه، نجحتي ولا لا، نيتك ايه، علشان تبني حاجة اسمها تقدير الذاتي لنفسك. لما تنجحي ومحدش يعرف الشعور اللي جواكي ده، هو بيكون الثقة الخام مش الثقة الهشة. دي الثقة اللي ما يكسرهاش لا نقد ولا بيموتها تجاهل. انتي بتعملي ده لنفسك ولنفسك وبس. برضو نقطة انك انتي تنزلي بتوقعاتك من البشر للصفر. لما اهلك ما يدعموكيش، لما مفيش حد يدعمك يقف جنبك او يقف في ظهرك، قولي لنفسك ربنا شايف تعبك ومطلع على سهرك. ولو استنيتي الشهادة من البشر، فالبشر بيغيروا رأيهم حسب مودهم. البشر دايما بيتغيروا، النهاردة ممكن يمدحوكي، بكرة يطنشوكي أو يغيروا رأيهم حسب مودهم، لكن تقدير ربنا ثابت. مفيش حاجة تهزه، مفيش حد يقدر يلغي أو يقلل من قيمتك. الثقة الحقيقية هنا بتيجي من إنك بتشتغلي من جهدك، من تعبك، من استمراريتك، مش من تسقيف حد أو كلمة برافو. كل خطوة بتحققيها، كل إنجاز صغير، كل تعب بيمر عليكي هو شهادة على مجهودك. مهما الناس سكتت، مهما الناس ما دعمتكيش، هو إنك تشوفي نفسك أمانة ربنا استخلفك عليها. لو الناس أهملت الأمانة دي، انت ما ينفعش تهمليها. انت مسؤولة قدام ربنا عن طاقتك، عن حلمك، عن عمرك، مش مسؤولة قدامهم هم. قبل ما أختم الحلقة، عاوزاكي من النهاردة ولمدة أسبوع أي نجاح تعمليه، أي خطوة تاخديها، أي حاجة شاطرة تعمليها، ممنوع تحكيها لأي حد، لا أهلك لا أصحابك ولا ستوري على السوشيال ميديا. احتفظي بنجاحك لنفسك وبس. شوفي مفعوله على ثقتك بنفسك هيكون عامل ازاي. جربي انتي تكوني انتي المصدر والجمهور في نفس الوقت.